مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ما تزال مدينة الفنيدق تشهد استمرار محاولات الهجرة غير النظامية من طرف شباب وقاصرين مغاربة نحو مدينة سبتة المحتلة، في وقت تدخلت السلطات ليلة أمس من جديد لمنع عبورهم. وأوضحت مصادر من عين المكان أن اللحظات الماضية من يومه الاثنين شهدت تنظيم محاولة اقتحام جديدة بالمعبر الحدودي باب سبتة، ما اضطر السلطات للتدخل من جديد، الشيء اللي أسفر عن مواجهات جديدة. وحسب مصادر أيضا فإن بعد إحباط العمليات نفذت السلطات سلسلة مطاردات للمرشحين للهجرة بالغابات والأحراش المجاورة للمعبر الحدودي ديال سبتة، واللي بقات مستمرة إلى حدود مساء الاثنين. وحسب مصادر فإن تنفيذ السلطات لعدد من التوقيفات بحق الشباب والقاصرين الراغبين بالهجرة. رغم ذلك يتوقع أن تستمر عمليات الترحيل اللي باشرتها السلطات إلى مدن داخلية، ونشبت الشباكات ومواجهات جديدة بين المرشحين للهجرة غير النظامية والسلطات الأمنية مساء الاثنين، الشيء اللي يرفع من احتمالية حدوث إصابات في الجانبين. وفي حصيلة أولية لعمليات الهجرة الجماعية من الفنيدق، شهدت الفترة الممتدة ما بين 11 و 16 شتنبر إيقاف 4455 مرشح للهجرة السرية، 3795 بالغين، و141 قاصر، و519 من الأجانب. كما تم تسجيل 6 ديال محاولات الهجوم الجماعي قصد الهجرة الغير نظامية تم إحباطها جميعها من طرف القوات المغربية، وتم إيقاف أيضا 70 مشتبه فيه بالتحريض على الهاد الهجرة، منهم من هم مغاربة ومنهم من هو قادم من جنسيات أجنبية من دول جنوب الصحراء، وكاينين أيضا جزائريين. من جهة أخرى أشادت الحكومة الإسبانية بجهود المغرب في إحباط محاولات هذه الهجرة الجماعية نحو سبتة، في وقت عبرت فيه وسائل إعلام إسبانية من مخاوف تكرار ما حدث يوم 15 عقب انتشار دعوات جديدة لتنفيذ عمليات اقتحام جماعي لسبتة يوم 30 شتنبر الجاري. وكيف قلنا في الأول، فالاثنين صباحا عاد الهدوء تدريجيا إلى معبر سبتة، وخا كان في العشية كان بعد المناوشات ومحاولة اقتحام جديدة، ولكن بعد يوم عصيب اللي كان ليلة الأحد وليلة ساخنة، مواجهات عنيفة والمطاردات والاعتقالات والإصابات اللي عاشها المعبر والمناطق المحيطة به الفنيدق وباب سبتة وباقي القرى الجانبية. وأشارت الحكومة الإسبانية إلى جهود المغرب في كبح عمليات الاقتحام الجماعي لسبتة المحتلة، حيث شكرت ونوهت وزيرة الشؤون والأمن الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز بالجهود الهامة اللي بدلها المغرب على طول الحدود مع سبتة لاحتواء محاولات الهجرة الجماعية. وقالت سايز في مؤتمر صحفي البارح الاثنين إن التعاون مع المغرب سلس ومريح للغاية، وذلك بفضل العمل الاستثنائي لقوات الأمن المغربية وقوات الأمن الإسبانية، وفي ظل جهود دائمة ومتبادلة للطرفين. واعتبرت الوزيرة سايز أن الهجرة غير نظامية هي مأساة إنسانية، وقالت على أن سياسة الهجرة للحكومة الإسبانية تضع حقوق الإنسان في المقدمة، وتركز على العمل المستمر لضمان أن تكون الهجرة منظمة وآمنة وقانونية. من جانبه أشاد رئيس الحكومة المحلية ديال مدينة سبتة اللي هو من الحزب الشعبي اليميني خوان فيفاس بدور المغرب في التصدي لعمليات الهجرة الجماعية إلى سبتة، مشيرا إلى أن السلطات المغربية قامت بعملية بارزة جدا ساهمت في إحباط العمليات المستمرة والمكثفة لاقتحام مدينة سبتة. وعبر رئيس حكومة سبتة المحتلة عن أمله في استمرار الانتشار الأمني المغربي اللي كيحمي المدينة من محاولات هجرة آلاف الشباب والقاصرين والمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا اختناق الوضع بالمدينة وعدم قدرة مراكزها على استقبال مزيد من المهاجرين.
وقال فيفاس في برنامج تلفزيوني: لا أعلم إذا كان بإمكان المغرب الحفاظ على هذا الانتشار الأمني عند حدوده على المدى الطويل، على الرغم من أن تعاونه أساسي. وقال على أن مدينة سبتة عاشت بالأمس، يعني يوم الأحد، بقلق، لكنها أظهرت نضجا يليق بشعبنا. وصرح رئيس حكومة سبتة أن المغرب نفذ عملية ملحوظة جدا لردع محاولات الوصول إلى مدينتنا، مؤكدا أنه تمت متابعة الوضع بشكل مستمر مع الحكومة المركزية، وأقر بأن المغرب إذا أراد يمكنه أن يفعل، في إشارة إلى قدرة المملكة على ضبط تدفقات المهاجرين. وهذه الهضرة كيعني بها الهضرة اللي كان قال في 2021 على أن المغرب راه هو اللي يطلق دوك المهاجرين، والمغرب راه بغى يسد راه كيسد. هذا هو المعنى ديال الهضرة ديالو. وتابع قوله: أعتقد أنه يجب استغلال هذه الفرصة للإشادة بالعمل الممتاز الذي قام به الحرس المدني الإسباني والشرطة الوطنية يوم أمس، مشيرا إلى أن هذا العمل يتم طوال العام، وبالتالي يستحقون أكبر تقدير منا في ظروف غاية في الصعوبة ولفائدة وحدتنا الإقليمية، لحسب ما قال. من جهتها وزارة الداخلية الإسبانية أشادت بالجهود الكبيرة اللي بذلها المغرب على طول الحدود مع سبتة لمنع الاقتحام الجماعي للمدينة، كاشفة أنه لم يتم تسجيل أي حالة تسلل إلى سبتة طيلة يوم الأحد. وأشارت وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن التعاون مع القوات الأمن المغربية يبقى تعاونا دائما، وأن العمل الاستثنائي مستمر خلال الأيام الأخيرة قد مكن من السيطرة على الوضع. الإسبان غيكونوا فرحانين بطبيعة الحال، لأن تدبانة ما زهقات، حتى واحد ما دخل، حتى كان واحد البلاصة في السور تم داروها ساعة حتى واحد ما دخل، قاعد دوك اللي دخلوا ردوهم. أصلا كاين واحد الاتفاقية ما بين المغرب وإسبانيا، اللي دخل كيردوه في الكيران من تما، كل المغاربة كيتكلفوا به كيطوعوه. فداك الشيء اللي طرا في الفنادق راه خاص يخرج رئيس الحكومة ويقول بصريح العبارة: راه حنا مازال خاصنا بزاف. واش يقولوا لنا؟ واحد هو البارح كيناقش لك المغرب باغي ياخذ مقعد دائم في مجلس الأمن. واش صاحبي نكونوا نحشموا شوية حشموا شوية، تقاد التنمية في بلادك اصاحبي.